مين يا جماعه؟ معلش برضه تاني، واحده واحده كده. طيب، معانا الاستاذ خالد الهنائي، العضو المنتدب لنادي الوحده الاماراتي، السابق للنادي الوحده الاماراتي، والحقيقه هو كان المسؤول عن العقد الخاص باحمد رفعت. والحقيقه يعني برضو كنا بنتساءل الحقيقه عن هذه يعني القضيه، وليه اصلا ايه اللي حصل في العقد ده بالذات، او التعامل الحقيقه الخاص باحمد رفعت في الفتره اللي قضاها مع نادي الوحده. استاذ خالد، تحياتي لحضرتك. مساء الخير، مساء الورد على حضرتك. أستاذ محمد. يا اهلا وسهلا، نورنا في برنامج البريم وقناه تنفن. أهلا يا اهلا وسهلا. وسهلا. احنا نقول بداية اللهم ارحم أخونا ولاعبنا أحمد رفعت، ويسكنه فسيح جناته، اللهم امين. ويثبت عند السؤال، ويصبر أهله وجماعته وآل رفعت كلهم. اللهم امين. طيب، انا اول سؤال لحضرتك، وحضرتك يعني كنت مسؤول عن العقد الخاص باحمد رفعت مع نادي الوحده. هل احمد كان ماضي عقد رسمي مع نادي الوحده كاعاره، ولا كان جاي فتره تعايش فقط مع نادي الوحده؟ والله أستاذ محمد، أنت أظني لاعب كرة قدم سابق وتعرف ما فيش حاجة اسمها تعايش معايشة للاعب عنده 29 سنة. تمام. صح ولا لا؟ مظبوط. اللاعب كان موقع عقد مم. ثلاثي ما بين نادي الوحدة ونادي فيوتشر في وقتها، مم. واللاعب الله يرحمه أحمد رفعت. مم. عقد كان إعارة لمدة موسم مع حقية الشراء. مم. تمام. هذا كان العقد الموجود من بين ثلاث أطراف. تمام. ممكن نعرف قيمة العقد، وهل اللاعب يعني حصل على المقدم الخاص بيه من نادي الوحدة على طول، ولا يعني بعد نهاية الموسم، بعد نهاية الإعارة؟ لا لا، اللاعب الله يرحمه حصل على جميع حقوقه، تمام. ويمكن وكيل أعمال اللاعب نادر. نادر شوي اه. شرح الموضوع ان اللاعب حصل على جميع حقوقه تمام. مع نادي الوحده. ما كان في هناك اي مشكله ما بين اللاعب والنادي مم. ابدا. مم. هي اللاعب في بدايه جدا ممتازه فوق الممتازه، وحصل على افضل لاعب في بعض المباريات، وعمل معانا فارق في الفريق في البدايات. لكن حصلت له مشاكل مع شغله اللي هو التجنيد، الخدمه العسكريه الوطنيه اللي كل واحد ملتزم فيها. حصلت له مشاكل فيها، في حاجات هو ما كان يعرف عنها، مم. وكان يجهل المعلومات الصحيحة اللي الناس وصلت له إياها، مم. واللي احنا بعدين عرفناها، مم. واللي كنا نتابع مع الإدارة كانت موجودة، اللي مم. كان موجود الأخ أحمد دياب. تمام. هذا يا الموضوع أستاذ يعني. أحمد دياب هو كان المسؤول عن في التوقيت ده، في وقت التعاقد، أستاذ أحمد دياب مع نادي الوحدة وأحمد رفعت. نعم. اه. يعني أنا بنفسي أنا حضرت، كنت موجود في مم. جمهورية مصر العربية قبل ما أوصل أنا لجمهورية تمام. مصر العربية. مم. تواصلت مع الأخ أحمد دياب وتفاهمنا على أمور العقد والتفاصيل كلها لانتقال اللاعب لنادي الوحدة. مم. وبعدها خلاص أنا مم. سافرت مع طبيب النادي لجمهورية مصر العربية. في نفس اليوم وصل الطبيب، خذ اللاعب وداه المستشفى، عمل له فحص طبي. مم. اللاعب اجتاز الفحص الطبي، مم. لان تعرف اذا كان لاعب خارج الدوله تعمل فحص طبي، لا تعمل له فحص طبي خارج الدوله مم. وداخل الدوله عشان تمام. يتم سليم، وكان سليم تسجيله الحمد في لله. اتحاد. وكان اي سليم طبعا الحمد سليم، لله. اه. يعني مش سليم مش هيسجل عندنا في الاتحاد الاماراتي، مم. ولعب مبارياته وكان كل حاجه طبيعيه يعني. مم. 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 هناك بعض الكلام حدث حقيقه ان يعني ما اعرفش هو طلع منين بالظبط، قال لك ان النادي الوحده يعني فسخ التعاقد مع احمد بسبب ان كان في مشاكل صحيه. شوف حبيبي، انا مم. بكلمك وهذه شهاده مم. احاسب عليها يوم القيامه. هو في دار حق الان، طبعا. والله يرحمه الله ويغفر له يرحمه. ويصبر اهله. مم. مم. لكن اللي